هرد على شوية أسئلة من اللي جاتلي بخصوص تحدي خسارة الوزن اللي أنا عاملاه لمدة 10 أيام مجانا لنزول 4 كيلو من الوزن. هل كل الناس اللي هتمشي على التحدي ده هتنزل 4 كيلو؟ حذرت كتير جدا جدا. النظام ده مش مناسب للأطفال، للحوامل، للمرضعات، لمرضى الضغط، لمرضى السكر. كل المرضى دول لازم يكون ليهم أنظمة مخصصة. أنا بس عاوزة أديك خطوط عريضة تمشي عليها لعلها علم ينتفع به. النظام ده هينزل كل واحد بنسب معينة، مش هينزل كل الناس 4 كيلو. انا اللي عاملة التحدي وانا اللي بقولك مفيش نظام ينفع كل الناس تمشي عليه وكل الناس هتنزل زي بعض. في نسبة معينة احنا المفروض بننزلها من وزننا طول الشهر. مفيش حاجة اسمها انا بطلع الميزان كل يوم. انا عامله تحدي 10 ايام وما فكرتش اوزن، وانا اصلا من الناس اللي ما بوزنش اصلا. انا بعتمد دايما على مقاساتي. امتى بحس ان انا اتخنت وامتى بحس ان انا خسيت؟ من مقاساتي، من هدومي. دايما بقول الحالات بتاعتي لما بتبقى قدامي بقول لهم انا بقيس انا اتخنت او خسيت من الجزء ده، لو خبط في جنبي، لان الجزء ده عندي هو اول جزء بيتخن. فلو الجزء ده خبط عندي هنا اذا انا اتخنت. ما بوزنش، انا بعرف ان انا اتخنت، فببتدي اكنترول. النظام ده هينزل كل واحد بنسب معينة، ولكن هيساعدك ان انت تستعيد صحتك، هيساعدك جدا انك تكون خفيف جدا جدا جدا، هيحسن جدا مقاساتك بشكل كبير جدا جدا جدا. وده حصل في تحدي ال 72 ساعة اللي انا عملته قبل كده لحد النهاردة، مع ان التحدي ده كان في شهر 11. لحد النهاردة في ناس كتير جدا بتقولي انها مشيت على التحدي ده ولغاية دلوقتي بيحاولوا يستخدموه في المناسبات بتاعتهم. ودي النقطة بقى اللي انا عاوزة ارجع لكم فيها. الانظمة اللي انا بنزلها اللي هي بقول عليها انظمة لمدة محددة، الانظمة دي لازم تعرف ان لازم يحصل منها خروج امن. نظام تحدي ال 240 ساعة لنزول 4 كيلو في الوزن ما ينفعش يكون لايف ستايل ليك، ما ينفعش تكمل بيه حياتك. انا مش بكمل بيه حياتي، دي فترة صغيرة وبرجع بعد كده لنظام حياتي اللي انا عاملاه لنفسي. فالنظام ده ما ينفعش يكون لايف ستايل، ما ينفعش تكمل بيه حياتك، ما ينفعش تعتمد عليه طول الوقت لانه يفتقر لعناصر كتيرة. احنا عاملينه لمده معينه، وكنا بناخد المالتي فيتامينز بتاعتنا، وبناخد كل الخضروات اللي انا كاتباها، الفاكهه، كل العناصر الغذائيه، وبعدها على طول بنحتاج خروج امن. الانظمه دي لو انت عكيت بعدها هتضيع كل اللي انت عملته. عشان كده بقولك انك لما تعمل نظام معين لازم يكون النظام ده مخصص ليك انت. ان كان ان انت هتمشي على نظام محطوط للعامة، اسأل كويس اعمل ايه بعد كده. لازم تسأل كويس جدا. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى اكون بقدم لكم ولو جزء بسيط يفيدكم، اتمنى اكون خفيفة على قلبكم، اتمنى ما كنش ان انا بسبب لاي حد فيكم ازعاج. في نقطة تانية عايزة اوضحها بالنسبة لكل الوصفات اللي انا نزلتها في تحدي 240 ساعة. يا جماعة انا نزلت 10 ايام، 10 ايام فيهم فطار وغدا وعشاء، يعني 30 وصفة. فمستحيل ان انا في ال10 ايام هنزل ال10 ايام تحدي وهقدر انزل واعمل اديتنج لل30 وصفه. فاستحملوني ان انا هنزل الوصفات بس تباعا، لانه الاديتنج ده بياخد وقت طويل جدا. للاسف بلاقي كومنتس صعبه جدا، بلاقي ناس بتنفعل في الكومنتس زي ما يكون يعني احنا بخلانين بالمعلومه خالص والله، ولكن مفيش وقت. انا بتابع حالاتي وبتابع ولادي وبتابع شغلي، وبنزل على سوشيال ميديا، على انستجرام، على فيسبوك، على يوتيوب، على تيك توك، على كل المنصات. فاذا رفقا شوية، وان شاء الله الفترة الجاية تكون افضل وافضل. وان شاء الله انا عاوزة اقول لكم كمان على حاجة كويسة جدا. الفترة الجاية ان شاء الله انا هنزل استشارات على كوتو اب. كوتو اب انا كلمتكم عنها قبل كده، هي منصة للسيدات فقط. كل حاجة تخص السيدات هنتكلم فيها، تغذية، هيلث كوتش، اي حاجة تخص المرأة هنتكلم فيها. هيكون في اونلاين زوم ميتينجز، هيكون في لايفز، هيكون في كمان سيشنز كتيرة قوي بتتقدم. سواء انت لسه عاوز تتعلم تغذية وحابب تاخد خبرات من حد يعني يكون جرب قبلك كتير، او حتى انت حالا محتاج استشارة، هتلاقي الاستشارات دي كلها ان شاء الله موجودة على كوتو اب. وانا موجودة على كوتو اب على الكوميونتي بتاعتي ستاند اب هيلثي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتنزلوا الكوتو اب وتعملوا لي فولو على ستاند اب هيلثي كوميونتي. وانا بحبكم جدا واتمنى اكون خفيفة على قلبكم. كل سنة وانتم طيبين.
واي حد محتاج اي سؤال في اي حاجه يتفضل. وبالنسبه للمتابعات، ناس كتيره قوي بتسالني على المتابعات الشخصيه. ان شاء الله انا فاتحه المتابعات شهر 5، شهر 5 بالكامل هنقدر نستقبل اي حالات عاوزه تتابع. بعد كده ممكن العدد عندنا يكون اكتمل خلاص، فمش هنقدر نستقبل حالات تانية، فبنقفل فتره محدده وبنرجع تاني نفتح برضو متابعات. فاتمنى انكم تفهموا البوينت دي، هي ما فيهاش تعالي ولا حاجه، ولكن انا لازم تكون دماغي مركزه مع الحالات بتاعتي، لان انا بس اللي بتابعهم، يعني على الجروبس، على البرايفت، على كل حاجه انا اللي بعمل كل حاجه، فانا في عدد محدد انا بخليه للمتابعات. فاتمنى دي ما تكونش حاجه مزعلاكم، واتمنى اكون جاوبت على كل الاسئله. وبالنسبه لكل الناس اللي بتقول ان الفيديو السريعه، فعلا الفيديو السريعه، وعشان كده انا بقول لكم ان الفتره الجايه ههتم جدا جدا بالفيديوز الطويله على يوتيوب ان شاء الله. كل فيديو هيجهز هنزل لكم اللينك بتاعه، وتدخلوا على قناتي على يوتيوب وتتفرجوا عليه كامل، لان على انستجرام بيحتاج وقت صغير جدا. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله دايما عايشين بصحه وبسعاده. وما تنسوش مع ستاند اب هيلثي، عيشها بصحه هتعيشها بكل سعاده. باي باي.